السلام عليكم، الله يسعد لي مساكم. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة واللي هي اللحم بعجين، تبلة اللحم بعجين الحلبي مثل ما طلبتوها مني وعدكم انه انزل الفيديو تبعها. عندي انا هون عجينة اللحم بعجين. هلا رح سوي انا تبلة اللحم بعجين تبلة الحلبية، والعجينة رح اسويها عجينة تصفيحة، ما رح اسوي من العجينة الرقيقة. عندي هون العجينة حطيت لها للكيلو طحين، حليب عجنتها بالحليب ما حطيت لها مي طاول، وزيت نباتي، وبيضتين وشوية زيت، يعني نص كاسة زيت وبيضتين ونص كاسة سكر. عجنتها وخليتها ترتاح، ومعلقتين أكل خميرة فورية. بدي أعيفها هلا ترتاح شي نص ساعة بما نحضر التبلة. عندي هون التبلة اللحمة بعجين، الكيلو اللحمة، كيلو الكباب. عندي هون اللحمة من دارة وتشين ناعمة، درت على الماكينة. نعناع هالكمية للكيلو اللحمة، تقريبا نص باقة نعناع، باقة بقدونس صغيرة، قرن فليفلة حمرا حدة أو حسب الرغبة، مع قرن فليفلة كمان خضرا حدة، قرنين فليفلة خضرا، قرنين فليفلة حمرا، كيلو بندورة مع بصلة، وأربع خمس سنون توم. هاي وبالإضافة 3 معالق دبس فليفلة، ومعلقة رب البندورة، وفليفلة حلبية ناعمة معلقة أكل، وملح حسب الرغبة. هلا راح أدير التبلة هون على الماكينة ديران سريع. عندي هون كنت داير اللحمة أول. بسم الله.
عندي هون التبلة خالصة. والله بدي بس خربطها مع بعضها، البصل والبندورة مع الفليفلة والثوم، ونصفيها من المي مشان لما نمدها فوق العجينة ما تشتغل العجينة. نضيف دبس الفليفلة عليها، مية الفرنجي، مية البندورة يعني دبس البندورة، عندي هون تبلة خالصة صفيناها. هلا راح اضيف عليها اللحمة. عندي هون كيلو اللحمة، ومنخربطها مع بعضها. صب اللحمة هون بعد ما صفينا الخضرة بالمصفاية، صفيناها من المي. هاي المي اللي هون كلها ما بتلزمنا. رح احط عليها الفليفلة الحمراء والملح. اذا بدكم اياها حدة بدكم اياها حلوة حسب الفليفل اللي عندكم شلون بتحبوها. والله بس نخلص التبلة، بس نسوي عجينة اللحمة. راح نفرجيكم شلون نفتح القرص ونرقه ونحط فوق العجينة. عندي هون اللحمة تبلت كلها مع التبلة. هلا هذا اسمه اللحم بعجين الأحمر العنتابي، اللحم بعجين العنتابي. حلبية بقولوا عليه لحم بعجين أحمر. هي خالصة التبلة تبعيته. هلا هذا خالص اللحم بعجين العنتابي، راح احطه هون على الزيت على جنب. عندي الله راح اسوي اللحم بعجين دبس الرمان. عندي هون للكيلو اللحمه 200 جرام بصل ودبس رمان. عندي هون راح احط اللحمه فوق البصل. هذا ما بده بس بصل وضربه ملح، ملح حسب الرغبه طبعا،
وبهار الحلبي 7 بهارات. وعندي هون الدبس رمان. الدبس رمان كمان حسب الرغبة. رح ندعكه مع بعضه. هذا اللحم بعجين دبس الرمان. حلبية بقولوا عليه اللحم بعجين الأسود. هذا الأحمر، هون الأحمر وهون الأسود. عندي اللحمة كمان مدهنة، ها، لازم تكون لحمته مدهنة، يعني مو كتير. يعني اللحمة تلتين وتلت، تلت دهنة تلتين لحمة. لحم غنم طبعا خالص. هيك كمان اللحم بعجين الأسود كمان صار جاهز. والله راح نجيب العجينة. والله راح نفرجيكم شلون راح نسوي العجينة وشلون راح نرقها. بسم الله. عندي هون العجينة. العجينة اختمرت. الله راح نقطع العجينة، بناخذ كمية من العجينة. شايفين شلون عندي العجينة هيك كويسة، ما ناشفة كتير وقاسية، ولا طرية كتير وما بتلزق بالإيد. هلا راح ناخذ نقطة زيت من هون، ندهن ايدنا عشان نقطع العجين. راح نقطعهم بهالشكل هيك. هي تقريبا مثل عجينة الفطاير. اما عجينة اللحم بعجين الحلبي الرقيق هداك ما بده بس فقط طحين وملح ومي. هي مثل الصفيحة الشامية بس تبلة حلبية. العجينة اللي عندي هاي نفاشة اسفنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. راح نجيب شوية طحين نحطها هون، وناخد هلا بتريدوا تعملوها على شكل قرص، بتريدوا تعملوها على شكل طنطويلي. انا راح اعملها طنطويلية. مثل السفيحة الشامية. راح افتح كذا وحدة، وهون عندي الصينية وانا محمل الفرن. راح ارش على الصينية شوية طحين، او اذا عندكم ورق زبدة. نحطها بهالشكل. رشة طحين بس. طبعا انا عجنت العجينة وريحتها شي نص ساعة، يعني بين ما خلصت التبلة وفرمت التبلة وفرمت اللحمة كانت عندي عجينة خالصة مرتاحة. هلا راح نجيب اول قطعة اشتغلنا فيها اللي هي هاي رشة طحين. رح ناخد قبصة لحمة من هون، ونمد عليها. فدينا هيك اللحمة، ما سمكناها كثير. هلا بنشيلها ونحطها بالصينية. نجيب القطعة الثانية، نتأكد انه في تحتها طحين عشان نحسن تنشال معنا. حطينا اللحمة، وهيك ونشيلها هالشكل ونحطها بالصينية.
قلنا لكم انه مقادير العجينه هي هي تبعية الصفيحه. بيضتين، كيلو طحين، للكيلو طحين بيضتين. عجنتها هي انا بالحليب، ما حطيت لها مي ابدا. انا عندي هون هلا رح سكهم، انا ادخلهم هون بالفرن. هاي الصفيحه عملتهم انا بحجم كبير. وانا هلا فاتح بث مباشر، بس اسكر لاقفل البث راح ينعاد من اول وجديد، وتشوف المقادير خطوه بخطوه عملتها. وكمان طريقه المد تبعيه اللحمه بعجين دبس الرمان كمان نفس الشيء. راح اسوي لكم وحده بدبس الرمان. وهي هيك كمان اللي بدبس الرمان عملناها، وبنحطها بالصينيه. هلا هدول راح ادخلهم انا عندي على الفرن، وراح كمل الباقي ان شاء الله يكون هيك كل شيء واضح بالنسبه للتبله وبالنسبه للعجينه. وبس يطلعوا ويخلصوا ويستووا بالفرن راح اصور لكم اياه وافرجيكم كيف راح يطلع الشكل. بنشوفكم طبخه جديده ووصفه جديده، واي شيء بتحتاجوه كمان قولوا لي عليه، واللي ما فهم شيء يبعث لي رساله لحتى ابسط له اكثر الشرح. تحياتي لكم من مطبخ الحليب السويد، الشيف محمد. السلام عليكم.